أهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة فتوش كيتشن. وصفتنا اليوم راح تكون المندي مع طريقة عمل صوص الدقوس اللي بتقدم جنب المندي. بتمنى طريقتي في عمله إنها تنال إعجابكم. قبل ما نبلش في طريقة العمل ياريت لو كنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي إنكم تعملوا اشتراك للقناة ليوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشاركوني بتعليقاتكم الحلوة. يلا مع بعض نشوف طريقة العمل. أول شي في عندي هون بطنجرة أنا ضفت معلقتين من الزيت النباتي، وراح أضيف عليهم بصلة، وراح أضيف لومي وورق غار وهيل وكزبرة حب، وراح أقلب هاي البهارات مع الزيت لحتى تتحمص وتفوح منها الريحة الطيبة. هلا راح أضيف قرن من الفلفل الأخضر الحار، وكمان في عندي هون فلفل أحمر مجفف، وراح أقلبهم مع باقي البهارات. هلا راح أضيف الدجاج عندي، طبعا الدجاج مغسول منظف كتير منيح. راح أضلني أقلب الدجاج لحتى يتغير لونه عندي. بس تغير عندي لون الدجاج راح أضيف عليه البهارات اللي هي عبارة عن بهار مشكل وبهار المندي وفلفل أسود وكاري. راح أضيف كل هاي البهارات على الدجاج وأقلبه معاهم كتير منيح. هلا طبعا راح أضيف المي السخنة على الدجاج لحتى ينسلق، لأنه الدجاج عندي سخن فلازم نضيف مي سخنة، وبغطي على الدجاج وبستناه ليستوي تماما. هلا رح نبلش نعمل الرز. هون برضو بالطنجرة ضفت معلقتين من الزيت النباتي، وراح أضيف نفس البهارات اللي ضفناها على الدجاج اللي هي البهار المشكل وبهار المندي والكاري والفلفل الأسود، وراح أحمص هاي البهارات مع الزيت. هاي الخطوة جدا مهمة، راح تعطيكم نكهة كتير رائعة للرز فما تتخطوها أبدا. وطبعا راح أضيف هنا أرجع فلفل أخضر وكمان حبتين من اللومي، وهنا ببلش أضيف الرز. طبعا أنا الرز اللي استخدمته هو رز بسمتي. راح أضيف على الرز معلقة صغيرة من الملح، وراح أقلب الرز بهدوء مع هاي البهارات لحتى ياخد من نكهتها. بعد ما قلبت الرز ضفت عليه مرقة الدجاج وبستناها لحتى تغلي عندي، وبس بلشت تغلي عندي بهذا الشكل بوطي على الرز وبستناه لحتى يستوي. طبعا هلا رح نبلش نحط التتبيلة على الدجاج، طبعا اللي هي عبارة عن معلقتين من الزيت النباتي وملح، وضفت هون معلقة صغيرة من بودرة الزعفران. إذا مش متوفرة عندكم بودرة الزعفران ممكن تضيفوا معلقة صغيرة من الكركم. طبعا رح تعطي لون كتير حلو للدجاج لما تيجوا تحمروه. ندهن الدجاج فيها وبنحطه تحت الشواية وبنحمره. هون الرز جهز عندي، راح أضيف عليه ملون الطعام الخاص بالمندي بتلاقوه عند العطار، وراح أضيف حليته بشوية مي وراح أضيفه على أطراف الرز بهذا الشكل. وهلأ بالشوكة ببلش أقلب الرز مع ملون الطعام لحتى يندمجوا الألوان مع بعض. وهون جهزت قصديرة وحطيت فيها شوية زيت وكنت محمية فحمة، وراح أضيفها هون على الزيت اللي جوا القصدير لحتى أدخن الرز. هلا رح نبلش نجهز لسلطة الدقوس. في عندي بمحضرة الطعام راح أضيف الفلفل الأحمر الحلو، وراح أضيف حبتين من البندورة، وحاولوا تكون البندورة عندكم طرية شوي. هلا راح أضيف 4 أسنان من التومة، وراح أضيف فلفل أخضر حار، وراح أضيف معلقة كبيرة من زيت الزيتون، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من رب البندورة، وربع كوب من المي. هلأ بهرسهم في محضرة الطعام. وطبعا هذا الشكل عندي لسلطة الدقوس بعد ما هرسناها، وهذا الشكل النهائي عندي للمندي. بتمنى طريقتي في عمل تكون نالت إعجابكم، وصحتين وألف عافية.